السلام عليكم. مازال حيرة اشنو تصاوبي للعيد، كيكه او البسبوسه؟ اليوم جمعتهم ليك في حاجه واحده اللي هي كيكه البسبوسه بكريمه الليمون الحامض، كتجي رائعه مذاقا وشكلا. والمكونات بسيطه، غنحتاجو 3 ديال البيضات، 2 كيسان ديال السميده، نص كاس ديال الكوك اختياري، الخميره، الحامض، السكر، الزيت والحليب. هادو اللي غنحتاجو الكيكه ديالنا. يلا نصاوبوها. اول حاجه كنخلطوا النواشف، 2 ديال الكيسان ديال السميد، نص كاس ديال الكوك، هذا اختياري الكوك الا بغيتو تضيفوه او لا، ولكن كيعطي نكهه زوينه، معلقه كبيره ديال خميره الحلويات، بيكين باودر. في بول كنديروا 3 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، جميع المكونات تكون بحراره المطبخ باش تجمع لينا بسهوله. كنضيفوا كاس ديال السكر، العبار بالغرام غادي نخليه لكم الفوق لانه الكيسان كاينين بزاف ديال العبارات، وهذا الكاس اللي درت ديال العنبه، كاس صغير ديال الشاي. هنا حكيت ليه حامض او الليمون، يمكن لكم تضيفوا الفانيليا الا ما بغيتوش ديروا الحامض، وضفت كاس ديال الزيت، ثم ضفت كاس ديال الحليب بحراره المطبخ. كنحركوا المكونات هكا غير بيدينا، ثم كنضيفوا داك الخليط ديال النواشف بشويه بشويه. في الاول غادي يجيكم الخليط جاري، ولكن من بعد غادي يشرب السميد وغادي يقصح. كناخذوا المول ديالنا اللي كندهنوه بشويه ديال الزبده وكنرشوا ليه السميده رقيقه، والسميده اللي غادي نديرو هي الرقيقه، يعني ما ديروش الخليطه. كنكبوا الخليط ديالنا وكنسخنوا الفران على 180 درجه تقريبا، كتاخذ واحد 20 حتى ل 30 دقيقه، مع المراقبه اكيد ردوا البال، غيتحمر مزيان كتخرجوها من الفران. في هذا الاثناء كنوجدوا السيرو، كناخذوا كاس ديال السكر وكاس ونصف من الماء ونصف كاس من عصير الليمون، هكا نصفيوه وكنحركوه واحد شويه، كنخليوه فقط غير يغلي وكنطفيو عليه وكنخليوه يبرد واحد شويه باش نكبوه على البسبوسه وهي سخونه. منين نخرجوا الكيكه ديالنا تكون سخونه، كنسقيوها بهذاك السيرو اللي كيكون شويه دافي. بالنسبه للكريمه كناخذوا نصف لتر من الحليب، كنضيفوا ليه نص كوب من عصير الحامض، وهنا كناخذوا فلون ديال الفانيليا هذاك العادي، 3 ديال المعالق كبار من نشا الذره اولا من الكريم باتيسير اللي بغيتو، اللي متوفر عندكم، يعني مايزينا راه قاضيه الغرض. كنضيفوا هنا السكر على حسب الذوق. المهم انا درت 3 ديال المعالق كبار ديال السكر، وكنبداو نحركو مزيان، عاد كنشعلوا عليهم غير يغلاو، كنطفيو عليهم، كنصبوها فوق من الكيكه ديالنا على هذا الشكل. ملي كتبرد راه كتعقد وكتشد راسها. بالنسبه للون راني ضفت واحد شويه ديال الملون اصفر باش يعطيني هذا اللون الاصفر، يمكن لكم ما تزيدوش. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا زينتها بشويه ديال الفراوله وشويه ديال النعناع والحامض، كيبقى كل واحد والتزيين. تقدروا تزينوها بالكوك كما تقدروا ما ديروش لها الكريمه ديال الحامض، يكفي فقط هذيك الكيكه وتسقيوها وترشوا عليها من الكوك من الفوق، كتجي رائعه. وبالصحه والراحه وعيد مبارك سعيد.